باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 15 هطور الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس يوحنا، وبتحتفل النهارده بشهيد كبير جدا من اهم شهداء مصر، هو ماري مينا. قبل كده قلت لكم كلمه ماري دي جايه كلمه سوريانيه معناها السيد، لكن مينا بقى له قصه حتى تسميته. يعني ماري مينا من اشهر قديسين وشهداء مصر. إذا كان ماري جرجس هو أمير الشهداء، فماري مينا أخذ شهرته عالمية من مصر. هنشوف القصة كمان شوية. والد ماري مينا كان والي منطقة اسمها منوف، اللي هي منوف اللي هي كان اسمها نقيوس. كان والي المنطقة، معنى هذا عيلة كبيرة، وكان متجوز أبوه اسمه أودوكسيوس، معناه حسن العقيدة، حسن العقيدة. وكانت هو وزوجته ما بيخلفوش، هو كان إنسان تقي جدا، والده فاتح بيته للغربة وبيأكل فقراء، وكان إنسان تقي جدا. وبعدين كان بيكرسوا صوم فترات كبيرة عشان ربنا يديهم ولد، ما جابوش ولد. وبعدين في يوم من الأيام الأم راحت تزور كنيسة العذراء في أتريب. أتريب دي كنيسة أثرية، والعذراء عبرت على المنطقة دي وهي مع العائلة المقدسة. حتى في الكشوفات الأثرية الأخيرة وجدوا كنيسة أتريب الأثرية دي فيها 24 هيكل، ووجدوا أيقونة للعذراء معمول عليها إطار ذهب. يقولوا في أيقونة العذراء دي بقى الأم ماري مينا شافت الأطفال وهم بيلعبوا في الكنيسة، فراحت لأيقونة العذراء وقالت لها: يا عذراء، يعني أنا بتشفع بيك إنك تجيبي لي طفل. فسمعت من الأيقونة كلمة أمين، فقالت: لو جه طفل هسميه مينا. خلي بالكم، مينا مش معناه أمين، لكن هي قالت إن اللفظين متقاربين. لكن مينا ده اسم فرعوني أصلا، معناه الثابت أو الراسخ. ده اسم فرعوني معناه الثابت أو الراسخ، عشان كده مينا موحد القطرين يعني. لكن رجعت وقالت لزوجها الوالي القصة دي، انها بتصلي وبتشفع بالعذراء. قالت لها: تشفعي ان انا اجيب طفل. فسمعت امين، وفعلا بعد سنة جابت طفل اللي هو ماري مينا. وبعد فترة قليلة اخو اودوكسيوس اللي هو والد ماري مينا كان جاله الحسد ان اخوه والي والناس كلها حواليه، وهو كان غالبا عايز ياخد مكان اخوه، فقدر ان هو يوصل للامبراطور ووشب اخوه. لكن لان الامبراطور كان بيحبه فنقله من نقيوس او منوف للمنطقة في الخمس مدن الغربية، غالبا كانت الجزائر. احبوه جدا، وبعدين وعاش شوية هناك وكانوا بيربوا ماري مينا لحد ما ماري مينا بقى عنده 13 سنة. اتوفى 11 سنة اتوفى والده، وهو عنده 11 سنة اتوفى والده، وهو عنده 14 سنة اتوفت والدته. وعند 15 سنة دخل الجيش وبقى ضابط، نتيجة الامبراطور شاف ان هو عايز يعوض على اللي عمله في والده. وعند 18 سنة يقال انه بقى والي منطقة من مناطق الاسكندرية اللي هي مريوط. وده السر اللي خلى ماري مينا يبقى مرتبط بالمنطقة دي. وبعدين جه حصل دقلديانوس أعلن الاضطهاد. ماري مينا اتولد سنة 285، ونقول 15 سنة يعني 300، يعني 303 حصل ان الامبراطور اعلن الاضطهاد بصورة شديدة، فهو ساب الجندية وساب الولاية وساب مريوط وراح في البرية 5 سنين. لما راح في البرية قعد 5 سنين لحد أما ربنا وراله رؤية ان الشهداء هو بيحط عليهم أكاليل.
وقال له يا مينا ليك عندي 3 أكاليل، إكليل الجهاد إنك أنت تركت العالم لأجلي، وإكليل البتولية إنك أنت متبتل لأجلي، وإكليل الشهادة إن أنت تستشهد. فراح أخذ نفسه ونزل عند مريوط، المنطقة اللي هو كان والي فيها، وأعلن إن هو مسيحي. لما عرفوا إن هو والي قعدوا الأول يحاولوا إن هو يدوله كده شوية وعود، وقالوا الإمبراطور إنه ده الوالي مينا، فقال لهم حاولوا معاه قبل ما تعذبوه، مفيش فايدة. فابتدى يتعذب، عذبوه عذابات كتيرة جدا، هو كان راسخ قوي وثابت جدا. ظهر له السيد المسيح وشفاه أكتر من مرة، وبعدين قال له خلاص هيبقى لك إكليل، تعالى أنا هاخد روحك. وفعلا سنة 309 استشهد، كان عنده 24 سنة. وقتها ابتدى القصة بقى الأقوى والأعمق. يعني بصوا، هو 24 سنة بس، 18 سنة إنسان عادي بل والي، لكن من 18 ل 24 يعني 6 سنين هم المجد بقى كله. 6 سنين، 5 في البرية وسنة بيتعذب، وبعدين استشهد. لما استشهد جم بعض المؤمنين وأخذوا جسده ولفوه وحطوه في مركب علشان يحطوه في كنيسة من الكنائس. وهو في المركب لقى طلعت وحوش بحرية عايزة تاخد الجسد، فخرج نار من جسد مرمينا. ويقال ان القصة دي حصلت لما واحد اسمه قائد اسمه أثناسيوس جاب الجسد، وده القصة الثانية. اللي حصل انه بعد كده اخذوا جسده، ويقال ان مريمينا بعد فترة ابتدى يتشفعوا بيه، فجه واحد من القواد اسمه أثناسيوس، كان قائد كبير. كانت وقتها الإمبراطورية الرومانية قالت له يروح يصد بعض الهجمات من البربر في الجهة الغربية، فقال اخد جسد مريمينا يبقى معايا. ويقال ان هو واخد جسده، حصلت موضوع الوحوش البحرية دي، وبعدين انتصر. فهو راجع عدى على منطقة مريوط، فكانت الجيش بيعسكر في المنطقة دي، فحط جسد مريمينا. وبعد كده جه ياخد جسد مريمينا معاه تاني، حطه على جمل، الجمل ما اتحركش، جابوا جمل تاني حطوا عليه، الجمل التاني ما اتحركش. وده السر اللي مخلي مريمينا بينه جملين، عشان يبين ان هو إرادة الله انه يدفن في مريوط. فحس القائد أثناسيوس ان مريمينا عايز يستنى في المكان ده، وفعلا راح دفنه في المكان ده، وعمل له كده تابوت من رخام. 50 سنة اتنسى. كان في قرية جنب مريوط بعيدة شوية، يقال ان طفل كسيح، كان كسيح بالليل شاف نور من بعيد، قعد يحبي كده على رجليه لحد اما وصل للنور ده. طول الليل وهو بيمشي لحد ما وصل لحد النور. امه وابوه بيدوروا على الولد مش لاقيينه، خرجوا بقى بالمشاعل، لقوه على الصبح في الحتة دي، ولقوه بيتحرك بيمشي. فسألوه حصل ايه؟ قال لهم في واحد انا شفته منور، رحت له اخدني في حضنه. قصة بعد منها ابتدوا يعرفوا ان هنا في قديس. بعد منها حصل ان في راعي من الرعاة كمان معدي، وكان عنده خروف اجرب، وبعدين لقى الخروف ده راح فوق شوية كده تراب واتمرمغ، خف. ففهم ان هنا في حاجة معجزية، فكان كل مرة عنده خروف في حاجة يروح واخد من التراب ده يحطه عليه. انتشرت القصة بقى، مش بقى خرفان وبس، بقى كل واحد مريض في القرية يجي يروح واخد شوية من التراب اللي فوق المكان ده ويحطه على جسمه. هم ما يعرفوش ايه اللي حاصل بالظبط، لحد اما جه الامبراطور جوفيان. الامبراطور جوفيان ده قعد 2 امبراطور بس. الكلام ده كان وقت البابا أثناسيوس، وكان عنده بنت مريضة بالجذام. طبعا الجذام ده مرض
صعب جدا ومفيش امل في شفائه يعني، والاعضاء الجسد تقع مره واحده، وهي بنت الامبراطور. فسمعوا ان في مصر في مكان بيتحط التراب على اجسام المرضى يخفوا، فالامبراطور بعتها وبعت معاها جنود ووزراء. هي راحت دفنت نفسها في المكان ده، حطت التراب فوق منها. ظهر لها مرمينا وقال لها انا اسمي مينا، شهيد استشهدت من 50 سنة وانا هشفيكي، لكن خرجي جسدي من هنا وابني كنيسة. وفعلا قامت وهي خفة وبعت الامبراطور. فالامبراطور بعت يقول بابا اثناسيوس ابن كنيسة باسم مرمينا، وفعلا اتبنت كنيسة باسم مرمينا في منطقة مريوط. البابا اثناسيوس دشنها يوم 15 هاتور كمان. وسنة 447 كتب البابا ثوفيلوس لأركاديوس وقال له ان كنيسة مرمينا اللي عندنا هي اشتهرت بقى، لان بقى بيعمل معجزات شفاء كتير، بقى بياخدوا التراب ده يعملوا منه اواني فخار عليه مرمينا، وانتشر في العالم كله. بقى كل واحد عايز يتبارك من مرمينا او يخف يروح واخد الاواني الفخار دي اللي فيها ميه ويتشفى بمرمينا ويشربها او يحطها على جسمه يخف. كترت الناس. فجه وقتها البابا ثوفيلوس سنة 447 وقال لأركاديوس ابن ثيودوسيوس الكبير، قال له كنيسة مرمينا عندنا ضيقة جدا، عايزين نعملها كبيرة. وفعلا راح بعت الامبراطور فلوس وبعت عمال وعمل كاتدرائية ضخمة جنب الكنيسة اللي عملها البابا أثناسيوس. مش كده وبس، ابتدت القرية كمان تعيش على الموضوع ده، بقى زائرين كتير أجانب ومصريين، فاتعملت لهم أماكن ضيافة، وبقت في مدينة ضخمة اللي هي دلوقتي مدينة مرمينا الأثرية، مدينة ضخمة فيها الكاتدرائية اللي بناها أركاديوس وفيها الكنيسة الصغيرة بتاعة البابا أثناسيوس. وفضلت الحالة دي القوية في العالم كله، لدرجة ان ال7 رهبان اللي راحوا ايرلندا كلمتكم عنهم قبل كده يبشروا في ايرلندا كانوا من احد اديرة دير مرمينا اصلا. فضل الكلام ده لحد وقت الدولة العباسية، دخلوا في القرن التاسع ودمروا المدينة. وجه في وقت هارون الرشيد وبعد منه المأمون أمر بهدم كل ما في المدينة. وفيما بعد حصل غارات من البربر، فلقوا وهم بيغيروا على المنطقة دي اكتشفوا ان في صندوق كده هو، فاخدوه بصوا كده لقوا فيه عظم ورفات شخص، فقالوا لهم ارموه حطوه في النار. حطوه في النار ما اتحرقش، واتنقل الرفات دي اخدوه ودوه للبابا، اخدوا البابا وراح حطوا في كنيسة مريمينا في ام الخليج. مريمينا شهرته بقى في شفاعته، علشان كده العالم كله بيتشفع بمريمينا. مريمينا في له أيقونة في 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 اللوفر، والسيد المسيح بيحط ايده عليه في حميمية قوية جدا. وجه عالم آثار في مصر سنة 1907 وهو اللي اكتشف المدينة مريمينا الأثرية، ولما اكتشفها نقل 100 صندوق من المدينة دي لفرانكفورت وعمل متحف كبير باسم مريمينا. ولما اكتشفت المدينة بعدها جه البابا كيرلس حب يبني دير لمريمينا، فقال انه هيبنيه في المنطقة الأثرية، فالآثار قالوا له لأ، هنديك 15 فدان بعيد عن المدينة الأثرية. وفعلا بنى دير مريمينا اللي هو في وضعه الحالي، كان 15 فدان، وبعد كده الكنيسة اشترت 100 فدان بقى الدير على 100 فدان. لكن المنطقة الأثرية بقى جنبها اللي هي المدينة بتاعت دير مريمينا، وفي آثار للكنيسة القديمة. شفاعة مريمينا بقى في العالم كله
وفي دير باسم مريمينا ناحية أبنوب اسمه دير المعلق، دير مريمينا والبابا أثناسيوس باسم مريمينا والبابا أثناسيوس. الدير ده من القرن الرابع، ويقال إن البابا أثناسيوس عاش في الدير ده فترة وهو في لما كان هربان في الصعيد في الأديرة. مريمينا شفاعته قريبة جدا، ويقال ان هو شفيع الشباب وشفيع الطلبة بالذات يعني. لكن مش معنى هذا ان هو بيتشفع بس في الطلبة والشباب، لانه شفاعته وضحت قوي في العصر اللي فات. وقت البابا كيرلس هو كانوا اصحاب، هما الاثنين، وكانت في علاقة قوية جدا بينهم. يقولوا مرة كان البابا كيرلس بيصلي قداس، وكان لسه بعد احداث ثورة يوليو، وبعد ثورة يوليو كانت البلد بتمر بمرحلة صعبة، والأقباط بالذات بعد ثورة يوليو عبر بيهم مرحلة صعبة جدا. فالبابا كيرلس كان واقف بيصلي في المسبح في القداس، وهو عمال يبكي قوي، وكان في واحد من الآباء الرهبان كان بيصلي معاه. وبعدين اللي حكى لنا القصة دي الأب ده، وبعدين وهو بيصلي وبيبكي، وبعدين فجأة كده راح بص وابتسم. بعد ما خلص قداس أبونا ده بيقول له سيدنا أنت ابتسمت بعد يعني كنت بتبكي، حصل إيه؟ ألح عليه لحد ما قال له أنا كنت بصلي ربنا وأقول له مش قادر أشيل ولا أحل مشاكل أولادك، الناس تعبانة وأنا مش عارف أحل لهم إزاي. فظهر مرمينا وراح خبط البابا على كتفه كده وقال له هو أنت شغال لوحدك ولا إيه؟ ما كلنا بنشتغل مع بعض، أنت بتصلي وإحنا بنتشفع فيك وفي أولادك في السماء. فابتسم بابا كيرلس. أنت مش شغال لوحدك. حاجة قوية قوي. أنت متخيل إنك تشعر إن السماء قريبة مننا للدرجة دي؟ إن القديسين قريبين قوي مننا كده؟ إن مريمينا ده ما هوش شخص عاش فترة وانتقل للسماء بيستمتع بالفردوس مع المسيح وبس، مهموم بهمومنا، مهموم بهمومنا. يقول بابا كيرلس انت مش شايلهم لوحدك، ما كلنا شغالين سوا. انت عارف يعني ايه السماء تكون شغالة علشان خاطرك؟ تقول لي بجد؟ اقول لك طبعا، ما ربنا قال كده ان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99. عارف ده معناه ايه؟ السماء بتفرح بخاطئ يتوب، خاطئ من وسط المليارات في العالم كله. السماء قاعدة مستنية، يقول يكون فرح في السماء. ما بالك بقى بكنيسة، ما بالك بأولاد ربنا، ما بالك بصرخات مذبح، ما بالك بشفاعات كنيسة بحالها. ما تقلقش، احنا عندنا قديسين يرفعون ايضا صلوات عنا. عشان كده مهما حاصل احنا عندنا قوة كبيرة، وجود ربنا يسوع المسيح في وسطينا، وجود قديسين بيتشفعوا بينا بيدينا قوة. النهاردة كل البيوت هتشفع بمرمينا، وكل البيوت هتقوله النهاردة أكسيوس، علشان هو مستحق كل كرامة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن إلى الأبد، آمين.